رمضان على الأبواب، ومين فينا مش بيتمنى رمضان السنة دي غير كل سنة؟ كلنا بنبدأ بحماس، لكن مع الأسف بتلاقي رمضان بيتسرق مننا. بس خلاص السنة دي غير، وهنكسر كل القواعد دي سوا. هاي شجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. في الفيديو ده هشارك معاكم حاجات بسيطة بس مهمة، لو عملناها صح هنستغل رمضان صح، مش هنحس ان هو اتسرق مننا، وهنستفيد منه جدا، وهنخرج منه احسن نسخة من نفسنا. الحاجات دي عن تجربة، صدقوني هتفرق معاكم كتير. يلا بينا. اول حاجة واهم حاجة، بلاش مسلسلات في رمضان. عارفة ان هي ممكن تكون حاجة صعبة، بس تفكر فيها كويس. المسلسلات موجودة طول السنة، لكن رمضان بيجي مرة واحدة بس. فليه نضيع وقت رمضان في حاجة ممكن نعملها في اي وقت تاني من السنة؟ ومش بس كده، المسلسلات بتشتت انتباهنا وبتبعدنا عن روحانيات رمضان. تخيل انك بتقضي وقتك في الصيام والقيام، وبعد كده تروح تضيع كل ده في مسلسل في بقى مشاهد، في كلمات، في إيحاءات. حرام، مش كده؟ طيب لو في مسلسل معين عجبني ونفسي اشوفه جدا، بص يا ستي، في مسلسل عجبك استنى بعد رمضان وشوفه. كده كده كل الابليكيشنز والمنصات بتفضل مسجلة عليها المسلسل، وبعد كده ساعتها هتكون عرفت ايه المسلسلات اللي تستحق المشاهدة وفعلا فيها فكرة وفيها يعني حاجة الى حد ما كويسة، وايه المسلسلات اللي هتضيع وقتك فيها على الفاضي وما تستاهلش. فحاولوا على قد ما تقدروا، وانا كمان هحاول معاكم، عشان يعني انا مش بيرفكت. يعني انا هحاول معاكم ان انا فعلا ما اتفرجش على اي مسلسلات السنه دي في رمضان ان شاء الله. انا كل سنه مثلا ممكن اتفرج لي على مسلسل او 2 بس، مش اكتر من كده. بس ان شاء الله ان شاء الله السنه دي مش هنخلي فيه ولا مسلسل. تاني حاجه، بلاش سوشيال ميديا. كتير مننا بنقضي رمضان بقى في الفيسبوك والانستجرام والتيك توك، كل ده بيضيع وقتنا وبيضيع برضو الروحانيات بتاعت رمضان. السوشيال ميديا مليانة حاجات ممكن تشتت انتباهنا وتبعدنا عن العبادة. طيب واعمل ايه في شغلي؟ لو شغلك ده بيحتاج سوشيال ميديا، استخدمها في أضيق الحدود، من جهاز الكمبيوتر مش من الموبايل. الموبايل دايما بيكون فيه اغراءات ان احنا نبص على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وعلى انستجرام، وبيبقى فيه النوتيفيكيشنز. فالحاجات دي كلها بتشتت انتباهنا. تالت حاجة، لا تسابق احد في رمضان. ما تسابقش حد، كل واحد ليه قدراته الخاصة. في ناس ممكن تختم القرآن كذا مرة، في ناس ممكن تعمل اعمال خير كتير، في ناس ممكن تتصدق اكتر، في ناس بتصلي اكتر. المهم انك تعمل اللي تقدر عليه، وما تقارنش نفسك بحد. شوف انت تقدر تعمل ايه وزود فيه. اكتر حاجة تعرف تعملها كتر فيها. قادر انك تقرأ اكتر اقرأ اكتر، قادر انك تصلي اكتر صلي اكتر، قادر انك تتصدق اكتر تصدق اكتر. الجنة ليها عدة ابواب، مش كل الناس بتخش الجنة من باب واحد او من عمل خير واحد. في ناس بتخش بالصدقة، في ناس بتخش بالصيام، في ناس بتخش الجنة بقراءة القرآن. شوف انت ممكن تقدر تعمل ايه واعمله، واهم حاجة ان انت تركز على نفسك وعلى تقدر تعمله. ابدأ بحاجات بسيطة، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتعمل اكتر واكتر. حاول تلاقي صحبة صالحة تقعد معاها عشان تزود اعمال الخير اللي انت بتعملها. مش شرط الصحبة دي تكون على الواقع، ممكن يبقى اونلاين، او قنوات يوتيوب، او ان انتوا تحفظوا قرآن مع بعض. في دورات اونلاين كمان مفيدة ممكن تستفيدوا منها. رابع حاجة، حدد هدف من رمضان. عايز تعمل ايه في رمضان السنة دي؟ عايز تختم القرآن؟ عايز تتعلم حاجة جديدة؟ عايز تعمل حاجات جديدة وتعمل خير؟ حدد هدف واكتبه وخليه دايما قصاد عينك. عايز تزود في الدعاء؟ نفسك في رمضان السنة دي في حاجة معينة عايز تدعي بيها كل يوم ساعة الفطار؟ اكتبها على الموبايل، اكتبها على ورقة وعلقها في اكتر مكان انت بتشوفه في اليوم، عشان كل ما تشوفها تدعي بيها، وعشان قبل الأذان المغرب تدعي بيها. خامس حاجة، نظم وقتك في رمضان. رمضان شهر مليان بركة، بس لازم نعرف نستغله صح. لو عندك شغل او مذاكرة، نظم وقتك بحيث انك تخلص كل اللي وراك في نفس الوقت، وتلاقي وقت للعبادة والراحة. لو وقتك ضيق، يبقى لازم تركز اكتر على الحاجات المهمة، وابدأ من الأهم،
وبعدين اللي اقل اهمية، وما تقلقش ربنا هيوفقك لما يلاقيك بتعمل اقصى حاجة عندك، وهيخلي لكل حاجة وقت. اهم حاجة استغل وقتك صح، ووقت المسلسلات والسوشيال ميديا هنوفره في حاجات مفيدة زي القراءة والعبادة والتعلم. واهم حاجة نمنع نفسنا على الحاجات اللي بتضيع وقتنا ونركز على الحاجات المفيدة. وبإذن الله رمضان السنة دي هيكون غير كل رمضان فات. وما تنسوش رمضان شهر الرحمة والمغفرة، ادعوا ربنا كتير واستغفروا واعملوا خير، ربنا ان شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وهتلاقوا تحت في الديسكريبشن فيديو أهداف رمضانية وجدول للعبادات، وإن شاء الله في فيديو بعنوان عبادات سهلة هينزل بعد ده على طول. وابن القيم بيقول شهر رمضان يدعو للصدقة والإحسان والتوبة والدعاء والقرآن والصلاة، فلا تضيعوه في مجالس اللهو. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وإن شاء الله ربنا يبلغنا رمضان، ورمضان السنة دي يكون مختلف وكل رحمة وبركة وعتق من النار. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.